وأنت لا تدري، ربما يكون ملك الموت في انتظارك. يمكن ما تطلعش من المقابر، يمكن تموت جوه. فالحسن البصري في واحد العلماء تعبوا معاه في المواعظ، لا بصلي ولا بصوم ولا بذكر، يسمع الخطب مفيش فايدة، الناس تروح له البيت مفيش فايدة. فالحسن البصري كان واعظ، مش كلام في الفاضي، واعظ. حسن البصري فين الحسن البصري دلوقتي؟ خلي بالك. فكان ماشي في جنازة، والراجل دي ماشي في الجنازة، جنازة جاره، راح يعمل واجب عشان يسلم بس، انما مستنى الجنازة بره. انت مستناها بره ليه؟ انت مستني الجنازة بره ليه؟ وانت اليوم تصلي غدا سيصلى عليك. ده سيدنا النبي بيقول ما تصلى عليه. من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى يفرغ من دفنها فله قراط. اسمع، والقراط مثل جبل أحد. مثل جبل أحد ايه؟ مثل جبل أحد حسنات. لما تصلي على جنازة وتتبع الجنازة حتى يفرغ من دفنها لك قراطين. فقال عبد الله بن عمر: يا رسول الله، من صلى على جنازة فله قراط؟ قال: أجل يا عبد الله. قال: يا رسول الله، من صلى على جنازة فله قراط؟ قال: بلى. قال عبد الله بن عمر: يا لها من قراريط قد ضيعناها. يقول لك اروح الميتم بالليل، لما تروح الجنازه لمض يعني مفتح بيفهم، واروح بالليل. لما تروح الميتم، لما تروح الجنازه تسجل لي حسناتك. صلي على الميت اينما كان الميت. سيدنا النبي ما ترك ميتا في حياته إلا صلى عليه، إلا صاحب الدين فقط. بس النبي ما كانش بيمنع غيره. يا جماعة اللي بتمنعوا غيركم اهدى شوية. سيدنا النبي كان يقول: صلوا على صاحبكم. أصل رحمة المهداة. فالحسن البصري شاف الراجل ده هيعمل له ايه بقى؟ قال له: انا هخطب في طرانيس العرب الجمعة الجاية، جي تسمعني. ساعة ما تسمع الخطبة هتصلي لوحدك. لا، مش شغل الحسن البصري. الحسن البصري قال له كلمتين بس: هتوحد. قال له: هذا الرجل اللي هو محمول على الأعناق، اللي في النعش ده، كيف لو رد الله عليه روحه ودبت فيه الحياة بأمر الله، ماذا يفعل؟ قال: لكان كثير الصلاة والصيام. مش هيسيب الجامع، ما عادش هيسيب المصحف من ايديه، هيقفل الفيسبوك خلاص. لو دبت فيه الحياة لكان اكثر صياما وصلاة لله. فقال له الحسن بكل هدوء: قد فاتته الحتة دي، فاتته هو، فلا تفوتك أنت. اوعى تفوتك هي فاتته خلاص، ما عادش راجع، لأن رب ارجعون كلا، خلصت خلاص. لم ورقك ويلا، ما خلصنا الليلة، ما قعدنا نند عليك 5 مرات في اليوم. تعال صلي، ما فيش فايدة. هتصلي امتى؟ قال له: قد فاتته فلا تفوتك أنت. الخيمة مليانة ايه؟ انتوا جايين ليه؟ بنعمل واجب. اما تعمل واجب يعني انت عارف الاصول اهو. لما انت عارف الاصول وبتعمل واجب، ما بتعملش واجب مع ربنا ليه؟ ربنا عمل فيك ايه عشان ما تدخلوش الجامع؟ عمل فيك ايه؟ لو واحد عمل لك خدمة عضو مجلس شعب وعين ابنك او بنتك، لو نزل انتخابات تاني بتنام على الصندوق قدام المدرسة. والله الحتة لو بتشتم انت متغطى حتى، ولا جايب كوفية حتى، ولا تلفيع. ليه؟ يقول لك علم عن نجف. نجف ايه؟ ومعين ابنه.
طب ما تخش اتعلم على الصلاة، خش اتعلم على الصيام، خش اتعلم على الزكاة. ده سيدنا موسى، ما توحد الله، سيدنا موسى جاءته امرأة بتقول له ايه؟ بتقول له اني اذنبت وعايزة اتوب. هتروح لمين؟ للكليم. قال لها ذنبك ايه؟ ما تخافيش، رحمة ربنا واسعة مهما عملت. قالت له يعني ذنب بسيط كده، زنيت، وبعد ما زنيت حبلت، وبعد ما خلفت الولد رحت دبحان موتاه. يعني ايه زانية وقتل، سفك الدم، طفل بريء موتته وابنها وزنت. عارف سيدنا موسى عمل ايه؟ عارف سيدنا موسى عمل ايه؟ قال لها اخرجي حتى لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بشؤمك. هتوحد؟ هتسرحوا منا وانا اخلص اهو. طب وحد الله كمان مره، لا مش ساجيه. صلى على النبي. خلي بالك سيدنا موسى، انا مش عايز على فكره كثره الكلام ينسي بعضه بعضا. هي الموعظه 10 دقائق ربع ساعه بالكتير. ليه؟ ما انت هتطلع كركبه مش هتعرف حاجه. انا عايزك تطبق، عايزك تطبق الليلادي، الليلادي، لان انت ممكن الليلادي هتنام على السرير، ممكن الصبح مراتك ما تصحكش. عارف مين اللي هيصحيك؟ الملكين اللي في القبر. وساعتها يا حاج تقول ايه اللي جابني هنا؟ يرد عليك ربنا في سورة قاف: لقد كنت في غفلة من هذا. انت مصحصح قوي تصب الدور الرابع، ومصحصح قوي تغير الحمام والسيراميك وتغير الدهان وتغير الرخام وتغير البوابة وتعمل لك صفحة على الفيسبوك. دي اللي انت شاطر فيه. تفكر في الآخرة؟ لا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما توحد العزيز الحميد. نختم. سيدنا موسى قال لها اخرجي حتى لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بايه؟ بشؤمك. احنا قلنا عملت ايه؟ كذابة ولا منافقة؟ زانية وقاتلة. فنزل جبريل على أثر قلب الكليم موسى وقال له: يا موسى لم ربطت التائبة؟ ربك رحيم يا أخي، بس انت قلبك جامد، انت حر، انت مش عايز تيجي تخش الجامع هتيجي، خليك في الدار واحنا نيجي نجيبك، بس مش هنجيبك تصلي، هنجيبك نصلي عليك، محمول على الأعناق، خليك واحنا هنيجي نجيبك، بس هنجيبك ايه؟ يصلى عليك. فقال جبريل: لما رضت السائل يا موسى؟ قال له: سائل تائبة ايه؟ ده زانية وقتله، زنت يا جبريل، قتلت يا جبريل. فقال جبريل: إن ربك يقول لك: ألم تعلم أن هناك من البشر ومن العباد من هو أشد منها ذنبا؟ في أشد من الزنا؟ في أشد من الزنا؟ في أشد من القتل؟ قال: نعم. قال: يا موسى تارك الصلاة عامدا متعمدا. عارف ليه؟ لأنه مخاصم ربنا، مخاصمه يا أخي، مش عايز يخش له، مش عايز يخش له. الموت بيجي له مبطهص، مفيش موعظة. واحدة من أسابيع طلقت بنتها، أختم به، طلقت بنتها، وبعد ما طلقت بنتها خلي بالك عشان تعرف الظلم وتعرف الجهل، ما انت مش عارف قدر ربنا، كنست الحاجة اللي في الشقة كلها، كنست. عارف اللوند اللي في الساك؟ حلات. انت بتحل اللوند ليه؟ تجيبها لوند؟ ده ما جابتش حاجة، حلت. وبعد ما خلصت وكنست الحاجة والناس واقفة وناس شاهدة، هات يا حاجة بقى الجايمة. قالت: لا، ده انا هشتكيه وهلففه في المحاكم كعب داية. ما تجيبها ولا الجايمة؟ انت مش خدت حاجتك؟ قالت: لا والله لا شكياه. فواحد عالم من العلماء، شيخ بيحل الموضوع،
قال لها طب انت هتشتكي بعد ما خدت الحاجه؟ طب هتقول لربنا ايه؟ قالت هيعمل فيها ايه ربنا يعني؟ اقول له قوي. شفت فتحه السيده؟ ما هي جاهله، دي ست جاهله. هتقول لربنا ايه؟ قالت هو ربنا هيعمل فيها ايه؟ مش عارفين قدر ربنا. انت بتبقى راكب مع واحد بتراكب مع واحد بتاع توك توك، هتوحد الله؟ انا عايز اعرفك بس، اجرب لك المعنى، عايز اجرب لك المعنى. لما يجي بتاع التوك توك يختلف معاه وعلي صوته، دوكا ساعه ما يطلع له البطاقه، والله يا بقى ساعه البيت ما اعرفك، معلش العتب على النظر وبوس في كتفه، والله من واخد بالي يا بيه. انت عملت له كده ليه؟ لما عرفت قدره وعرفت مكانته ضربت له تعظيم سلام. انما لو واحد غلبان بتديله على وشه. لازم تعرف قدر ربك وتتوب لربك وترجع لربك قبل الموت. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.